ما تفرحيش بالفستان الابيض وانك اتجوزت قبل صاحبتك. وانت قبل ما تتجوز لازم تبقى عارف انت قد المسؤوليه ولا لا. ما تبقاش راجل ناطع تخلف وترمي. حابة أوجه رسالة لطليقي اللي أنا بعتلك قلت لك أنا عايزة إذن سفر لابني. قلت لي إيه؟ مش هعمل لك إذن سفر إلا لما تتنزلي لي عن الأوادي وعن الولا. حابة أقول لك أهو من داخل المطار دلوقتي إحنا مسافرين يلا. أمك يلا ودي أفعى من خيرك يركبه أنت وأبوك. عمور حبيب قلب ماما، بحب توجه ايه لباباك ولجدك بابوك. وطالما محدش بيحط في جبنه يبقى نعمل ايه اللي يعجبنا. ود تفاح يا ولاد. طبعا الست دي لا تمثل كل المطلقات، لان في ستات محترمه كتير، ولكن بفعلها ده يثبت انه كان على حق لما طلقك. وطبعا مش محتاجين نعرف هو طلقك ليه، بس على الاقل لو بينك وبينه مشاكل ما تطلعيش علينا بفيديو كده بالالفاظ دي. انتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان ابنها ده لسه صغير ومش فاهم اي حاجه. يعني ابوه مثلا لو جاب له سكوتر ولا ايفون هيسب ويلعن في امه. نيجي بقى للنقطه الاهم، هل ست زي دي تستحق انها تكون حاضنه لطفل؟ هل في قانون بينقل حضانه من الام الى الاب في الحالات اللي زي دي؟ في ناس هتخش في الكومنتات طيب انت ليه ما اتكلمتش عن طليقها؟ انه مش بيصرف على ابنه ومش بيسال عنه. هقول لك ان هي قالت في الفيديو انها رفع عليه قواضي مش قضيه واحده بسبب كل الحاجات اللي هو مقصر فيها. طب هل كده الزوج معاه الحق وهي اللي غلطانه؟ هقول لك لا، هما الاتنين غلطانين. في حالة زي دي الراجل ملزم انه يصرف على ابنه في كل حاجة، ولكن حقه برضه زي ما بيصرف ابنه برضه يعيش معاه، حتى لو اسبوعين معاه واسبوعين معاها. طيب في حالة انه اتجوز ومش عايز ابنه يعيش معاه، وللاسف في رجالة كده، خلاص سيبه لامه تربيه وانت تصرف عليه. ولكن انت ولا صرفت ولا الام بتربي تربية كويسة، وفي الاخر الضحية هيكون الطفل الصغير ده، وهتطلعوا علينا جيل غير سوي نفسيا. رجاء احسنوا الاختيار، سواء انت كشاب او انت كبنت. ما تستعجلوش على الجواز، سنكم بيكبر. وايه يعني سنكم بيكبر؟ قرار الجواز ده قرار ابدي، والاستعجال مع الاختيار الخطأ هتفضلوا تعانوا منه مدى الحياة حتى لو انفصلتوا. ما تفرحيش بالفستان الابيض وانك هتتجوزي قبل بنت خالتك، ولا انك اتخطبتي قبل ما صاحبتك تتخطب. الاهم الاختيار الصح. وانت قبل ما تتجوز لازم تبقى عارف انت قد المسؤوليه ولا لا. ما تبقاش راجل ناطع تخلف وترمي. الرجوله مش انك تكون مكتوب ذكر في البطاقه، ولا بالعضلات ولا بالجيم. الرجوله بالاحترام والاخلاق والكلمه الطيبه والمعامله الحسنه، وبس كده. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. لو شايف ان الرساله دي ممكن تفيد حد اعمل لايك وشير وفولو عشان تشوف الحلقات الجايه.